مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا نعمل كده مع بعض كيكه بطريقه جديده. كيكه الليمون بالليمون الترنج باسهل طريقه. وعملنا جنبها برضو جاتو شاتو عشان الاولاد بيحبوها، وسهله جدا وسريعه وكل الاطفال بيحبوها والكبار كمان. تعالوا بقى نشوف الطريقه مع بعض. جبنا تلاتة من البيض، حطيناهم في الخلاط، وحطينا معاهم كيسين اللي هو الفانيليا. طبعا هما لوحدهم كده، مع حبة خل صغيرة قوي، قد مثلا معلقة صغيرة خل كده. وطبعا ضربناها في الخلاط لوحدها، ضربناها كويس زي ما انتوا شايفين. بقت بالشكل ده معانا. حطينا معاها كوباية لبن وكوباية سكر ونص كوباية زيت. طبعا الليمون ده الموسم بتاعه، الليمون اللي هو الترنج ده. طبعا بنجيب واحدة كده، انت عارفين اللي هو يعني شكل البرتقال شوية. بنبشر طبعا البشر بتاعه، بس ما خدناش كتير، حبة صغيرة كده عشان ما يبانوش في الصينية برضو في العجينة معانا. وناخد الباقي طبعا نعصره. طبعا ده الموسم بتاعه، بينزل ليه موسم معين، وسعره يعني بسيط متوفر. ده العصير بتاع الواحدة، الليمونة الواحدة. طبعا صفيناها كده تمام. نضربها بقى في الخلاط، نضربها كويس، نضربها كويس جدا. وسهلة جدا على فكرة، وطعمها جميل جدا، هتعجبكم، حاولوا جربوها يعني. كده تمام، خلصت معانا. نجيب بقى البولة فاضية ونحط معاها كوبايتين دقيق. انا حطيت كوبايتين الا ربع، بس عوزت معلقتين تاني، فيعتبر كوبايتين دقيق ورشة ملح وكيس بيكنج باودر. طبعا نقلب المواد الجافة مع بعض وننزل عليها بالخليط بتاعنا. طبعا نقلبه كويس جدا. ما غابتش بصراحة وسهلة جدا، اتمنى تجربوها. كده تمام، كده تمام، كده كويس، القوام ده كويس جدا. طبعا نجيب القالب بتاعنا، كنت انا حاطه فيه ورق زبده عشان يبقى سهل على طول اللي احنا نقلبه. قبل كده جربتها لوحدها، يعني ما اتقلبتش معايا كويس، فحطيت ورق زبده. طبعا بندبها دبتين كده على الرخامه. طبعا فاض مننا حبه فحطيناهم في فخار. بندهنه كده دهنه زيت خفيفه، وبننزل بالباقي معانا. طبعا بنكون مولعين الفرن على درجه حراره 180. كده تمام. بنجيب خله بقى كده ونحاول نفرغ الهواء خالص. بس كده خلصنا يعتبر، وهنحطها في الفرن. طبعا كنت عملت الجاتو شاتو، طبعا هتلاقوها في القناه، انا عامله لها فيديو لوحدها. كده احنا حطيناها خلاص في الفرن. نعمل بقى الصوص بتاعها. بنجيب طبعا الليمونه عصرناها، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وجبنا طبعا كوبايه من السكر المطحون.
فبننزل على الليمون كده بالمعالق كده 3 معالق بس وبنقلبه. طبعا بنقلبه كويس جدا. وبعد كده هننزل بباقي السكر. طبعا انا كنت طحناه كوبايه سكر. يعتبر كده حطينا 5 معالق. هنقلبه طبعا كويس جدا لحد ما هتشوفوا القوام بتاعه. بصراحه طعمها جميله جدا وسهله خالص، مخدتش وقت خالص. اتمنى تجربوه. بقت بالقوام دوت زي ما انتم شايفين. لونها بيبقى ابيض كده. اهي بعد ما طلعت من الفرن معانا قلبناها بقى كده. طبعا ورق الزبده خلاها نزلت معانا بكل سهوله. نشيل بقى الورق الزبده كده معاكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. نجيب بقى الصوص اللي احنا عملناه ونسقيها كده لحد ما تتشرب معانا خالص. طبعا هي كانت بردت شويه قبل ما اقلبها. بنسقيها كويس جدا. وطبعا الفخار برضو بنسقيه. وكده يبقى خلصت معانا. سهله جدا. طعمها جميل. طبعا الاولاد فرحوا بيها. كنت عامله لهم برضو جاتو شاتو. نقطعها معاكم. وهشه ولذيذه. ان شاء الله تبارك الرحمن. اتمنى تجربوها. نجيب بقى برضو الجاتو شاتو معاكم اهو قطعناها. طبعا عندي الاولاد بيحبوها قوي. ولما بعمل كيكه لازم اعمل لهم معاها جاتو شاتو. صراحه طعمها تحفه. طبعا الطريقه كلها هتلاقوها عندي في الفيديوهات. سهله جدا بصراحه. اتمنى بقى تجربوها كده وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. طبعا دقناها معاكم وبألف هنا حبايبي.